يا صباح الفل. من النهارده مش هنشتري طعميه تاني من بره، هنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه. اوعدك انك هتاكلي ألذ طعميه ممكن تجربيها. عايزه اقول لك ان الطعميه بتاعتنا دي ملهاش علاقه خالص باللي بنشتريها من بره. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملنا ايه. جبت ربع كيلو من الفول المفصص، غسلته كويس ونقعته 12 ساعه. وعندي بصلايه متوسطه وحوالي 10 فصوص ثوم، قرن فلفل، عود كزبره وشبت، ويعني مش عود قوي، عودين كزبره وعودين شبت وعودين بقدونس. طبعا لو عندك كرات هيبقى افضل تماما. تمام كده. وبعد كده هيبقى عندي معلقه كبيره من النشا، وعندي كمان ربع معلقه صغنونه من البيكنج باودر. هنا النشا عشان يربط لي كل المكونات دي مع بعض ما تفكش مني وانا بقليها في الزيت، والبيكنج باودر عشان يديها هشاشه كده ما تبقاش ايه مكتوم. وفي الكبه بقى هنضرب كل الكلام ده مع بعضه، نديها ضربه حلوه كده في الكبه. وهحط كمان ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره. وبس كده، اظن مفيش اسهل وابسط من كده. هنديها بقى ضربه حلوه كده في الكبه، افضلي وراها لحد ما تطحن وتوصل للشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا لو لقيتيها قافشه معاكي كده اديها شويه ميه. عايزه اقول لك لو انت ما عندكيش كبه ممكن تضربيها في الخلاط عادي. وبعد كده في زيت سخن بقى ونقل الطعميه بتاعتنا. عايزه اقول لك ان ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا، ريحتها حلوه جدا، ملهاش علاقه بالطعميه اللي احنا بنشتريها من بره خالص. طعمها تحفه، حاجه كده كانك بتاكلي كفته حاجه كده. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وافادتكم، ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تحطوا لي لايك. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.